الاتحاد المصري موجود في ظهر لعبه التنس. نادي تنس بالاسماعيليه، نادي جميل جدا، والاسماعيليه بلد جميله. في مميزات كتيره جدا الحقيقه. الارضيه ممتازه، اللوحه الالكترونيه اللي موجوده مش كتير من الانديه، يمكن تقريبا ما فيش غير نادي واحد في مصر او حاجه عنده اللوحه الالكترونيه اللي عليها السكور. دي مهمه جدا ان الناس تبقى عارفه السكور بتاع البطوله، حد خرج حد دخل. الشكل العام الحقيقه للنادي وللملاعب ممتاز. يعني طبعا دي عشان احنا السنه دي مبتدين بس ب 18 سنه ورجال وسيدات، فلعيبه معروفين اصلا من عندنا. بس طبعا في لعيب زي اللي كسب البطوله اللي هو جواد الفقي ده بالنسبه لنا اكتشاف وشكل جديد، ممكن نبتدي نفكر فيه يبقى موجود في المنتخب بتاع الديفيس كاب اللي هو بتاع كاس العالم في السنين الجايه ان شاء الله. اول نصيحه بديها للاعبين ان هو يجي يستمتع. اول حاجه يستمتع، لو استمتع باللعبه هيقدر يشتغل ويطلع شكل جميل وكويس، مش بس الكومبيتيشن والمنافسه وشد الاعصاب. انا عايز اللعيب يبقى جاي يستمتع، زي ما يكون رايح حمام السباحه كده بيعوم، رايح الملاهي ويلعب، يبقى ينبسط، جاي يجي يستمتع باللعبه اللي موجود بيها. الالتزام ده حاجه جيده جدا. لازم اللعيبه بطل، عايز ابقى بطل لازم التزم. يعني لو شفنا الابطال الكبار زي روجر فيدرر ونادال والناس دي كلها، عشان يلتزموا ويشتغلوا، ناس زي دول واطفالهم من هو صغيرين لم يشرب مشروب غازي لغايه اما بطل التنس. فالبطوله بتبقى قدامها تضحيه لاولادها، لو يقدروا يعملوا التضحيه دي يقدروا يوصلوا للبطوله. طبعا امكانيات كل نادي من الملاعب، عدد الملاعب، مستوى الملاعب، الحمامات والبيسترات، لو في حاجه بره القاهره، الفندق اللي موجود. فدي طبعا المعايير اللي بنقيس دايما عليها البطولات. واحنا لما اخترنا ان الاهليه اول مره تخرج بره القاهره في الاسماعيليه عشان الامكانيات الموجوده في الاسماعيليه. حابب بس اضيف ان الاتحاد المصري للتنس من الاتحادات اللي هي نشطه جدا وعاملين عدد بطولات دوليه. احنا ثالث بلد في العالم عندنا عدد بطولات دوليه، 19 بطوله دوليه للناشئين والناشئات كل سنه، وده عدد كبير. بندي فرصه لكل الاولاد بتوعنا ان هم يلعبوا ويحتكوا بمدارس ثانيه ويقدروا يشتغلوا. احنا لعبه تصنيف، يقدروا يعملوا تصنيفهم من البطولات دي بدل ما يبتدوا يسافروا ويروحوا بلاد ثانيه يتكلفوا ومخاطر السفر. فبنقدر نجيب لهم البطولات دي كلها موجوده عندنا. شاكر جدا.